وصفتنا اليوم فطاير بر بحشوة الفيتا. شوفوا شكلها يا سلام. شوف الطريقة. للعجينة عندي كوبين دقيق، الكوب اللي عندي 250 ملي. هضيف عليه ربع ملعقة كبيرة خميرة وربع ملح ونص سكر. اخلط المواد الجافة مع بعض. بعدها اضيف ملعقتين زبادي بحرارة الغرفة وملعقتين زيت زيتون. هنا عندي 150 ملي موية. صبه بالتدريج واعجن لين اضبط عجينة بهذا الشكل. رشيت السطح بالدقيق، شايفين كذا بتكون قوام العجينة. بعجنها شوية كمان باليد. بعدها باخذها خليها تتخمر لين يتضاعف حجمها تقريبا ربع ساعة. هنا عندي جبن فيتا، ملح أقل. هنا عندي الزيتون الأسود ملعقة كبيرة، شوية بقدونس ونعناع أضيفهم مع الجبن. هنا عندي البهارات أوريغانو، فلفل أسود، فلفل أحمر مجروش. أضيف عليهم ملعقتين زيت زيتون وأهرس الجبن بهذا الشكل وهذا الشكل المطلوب. هذه العجينة عندنا جهزت. رشيت السطح بالدقيق وأفردها باليد بهذا الشكل. بعدها بالرول وحوريكم السماكة المطلوبة. شايفين ضروري العجينة تكون بهذه السماكة عشان تنخبز معاكم كويس بالفرن. بعدها بقطع العجينة واشيل العجينة الزايدة. اهم شي انكم ما ترموها، تقدروا تعجنوها كويس باليد وتستخدموها مرة ثانية. بعدها بشكل الفطاير بهذا الشكل. شايفين كيف؟ ضروري تكون بهذا الشكل. بعدها بضيف الحشوة حقة الجبن، ضروري تكون عكس الخطوط اللي سويناها من البداية. بعدها نشكلها. شايفين كيف؟ ألفها بهذا الشكل وأقفل أطرافها مرة كويس، ومن تحت كمان أقفلها كويس عشان ما تنفك عندي وقت الخبز. وكده عندنا الحبات صارت جاهزة وهذا الشكل المطلوب. بعدها باخذها في صينية مدهونة زيت وغطيها كمان 10 دقائق تخمر قبل الخبز. بدهنها بشوية بيض وحليب واضيف عليها شوية حبوب. وعلى الفرن الحرارة 180 من تحت 18 دقيقة واخر دقيقتين من فوق تتحمر. كده الفطاير عندنا بعد ما طلعناها. شايفين شكلها يا سلام. بصفها في صحن التقديم بهذا الشكل وهذا الفطاير عندنا جاهزة. شايفين شكلها يا سلام. أوريكم طراوتها وهذا شكلها من الداخل. وبالعافية.